قول انت بقى. هناك كتاب لواحد الكاتبة مغربية، يعني هو إن شاء الله غادي نديروا فيه قراءة. لماذا؟ لأن عندها واحد فقرة على التغذية في منطقة دادس. ومنطقة دادس راه يعني هذه المنطقة، هذه منطقة دادس ولا قلعة مكونة ولا منطقة الشاوية ولا منطقة الريف، هو منطقة تمثل المغرب، لأن المغاربة عاشوا بنفس الطريقة، لأن كانت هناك حركة ديال السكان. لا يمكن أن يكون خبز مثلا في أزيلان لا يعرفه الناس في الدار البيضاء، ولا خبز في سيدي بنور لا يعرفونه الناس في تبوغات، لا يمكن. فإن الناس كيتحركوا لأنهم عارفين العادات ديالهم، ونفس السكان ونفس الناس عندهم نفس العادات تقريبا الغذائية. ولذلك لم يكن هذه السيدة هذه تكلمت على لم يكن استهلاك القمح معروفا في المغرب قبل قرن. لم يكن القمح معروفا، كان استهلاك الشعير 100%. ايوه قلتش حاجه انا بقى، اسكت يا هو اللي بيقول. يعني قليل من القمح جدا، وكان يستهلكونه بعض الأعيان يعني ب5% أو شيء هكذا. لكن لم يكن هذا شيء عجيب. عند فقرة أعجبتني يعني في علم التغذية، ويعني إن شاء سنعمل في قراءة إن شاء الله. هذه كاتبة مغربية يعني شابة، والحمد لله أنها جاءت بهذه الحقائق.